للمرة المليون بديها لأحمد العوضي. ومفيش كده، مفيش كده في الدنيا أبدا. الناس اللي بتهاجمني وبتهاجمني عشان ياسمين عبد العزيز، أنا بالعكس أنا مش ضد ياسمين عبد العزيز، أنا شايفة بس إن ياسمين عبد العزيز أكبر من كده بكتير جدا فنيا وتاريخا وكل حاجة. إن هي ترجع تعمل مسلسل اتعمل من ايام سماره، من ايام تحية كاريوكا. يعني مش فاهمه المسلسل عايز يقول ايه، وانتوا مش واخدين بالكم ان هو مثلا بيحاول يقلد احمد زكي في فيلم الهروب، او مثلا ده مش لبسه في فيلم الهروب، او هو ما كانش هربان من طار، وفكره النسر وفكره كل ده يا جماعه. يعني انا بس عندي عتاب شديد ان احنا لما نعمل حاجه من الاثنين، لحاجه نستفاد منها زي الامام وزي السر والباتع والحاجات دي بنستفاد منها كتاريخنا وكديننا وكحاجات كتير، لا الا حاجات بتضحك زي الكبير والحاجات دي اللي بتتعرض، لا الا حاجات تربويه زي اللي عاملاها دينا الشربيني بجد بتناقش ازاي تتعامل مع اولادك ومشاكل المراهقه، ولما حد بيتجوز حد غريب عن ولاده تتعامل ازاي والمشاكل دي. حتى ادتني فكره ان انا اكتب للاسيستنت بتاعتي في البيت يعني الساندوتشات للولاد على الثلاجه، وان انا على طول بتلخبط في هدوم الولاد وعلى طول ضايعه ان انا ارقم الهدوم او اكتب اساميهم عليها. يعني حاجات مفيده. بتبلش مسلسلات انا بضيع عليها وقت وبضيع عليها مجهود علشان واحده لسه بتتعاكس، واحده تسيب واحد فقير عشان تتجوز ابو دق، او ده مش ما يعقلش وما بقاش يتعمل. وما فيش بنات دلوقتي بتستحمل واحد علشان هي بتحبه، هي اصلا لسه حتى ما حبتوش، وترفض صاحب المصنع اللي هو ماجد المصري علشان يعني كلام مش لوجيك وما بيحصلش دلوقتي، واخر همنا انه يحصل او ما يحصلش. ممكن جدا تحبوا بعض في البيت، يعني مش لازم تحبوا بعض في المسلسلات. دي كل المشكله، ده سبب هجومي على المسلسل. شوفوا مسلسلات بره، شوفوا اللي بيتعرض على نتفليكس، شوفوا المسلسلات اللي بتتعرض فيها فكر، فيها ابحاث، فيها علوم، فيها حاجات كتير. ليه ما بنشوفش الحاجات دي؟ ليه نفضل مزنوقين في الحاره المصريه القديمه، ومزنوقين في الراجل وفي الست وفي البنت الحلوه والراجل الوحش والراجل الشهم، وده ما بنشوفوش في الواقع. يعني بنشوفه قليل جدا وما بيحصلش يعني. فمحتاجين نعمل مسلسلات واقعيه او حتى خيال علمي غير الخيال العلمي ده. يا ميشي مفيش، واشوفكم الحلقه.